بقول لك ايه، يلا بينا بسرعه بسرعه قبل ما حد يشوفنا. يلا بينا نهرب من المدرسه. بس انا خايف قوي، انا خايف حد يقفشنا او بابا وماما يعرفوا. وهيعرفوا منين يا ابني؟ هو مين اللي هيقول لهم؟ انا مثلا ولا انت هتقول؟ عارف، بس انا متعودتش اكذب على بابا وماما. لو حد سالني هقول له ايه؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش العيال الخوافه. انت هتيجي معايا ولا هتفضل هنا؟ عارف. يلا يد بسرعة، ما تعصبنيش. لو حد سألك قول له كنت بذاكر مع حودة. طيب يلا وأمري لله. ألو، أيوة يا واد شلاطة. بقولك إيه، أنا معايا واد صاحبي كده، بس إيه، عايزين نظبطه النهاردة. إيه؟ طيب إحنا جايين لك على طول، مسافة السكة. إيه؟ إحنا هنروح فين يا حودة؟ متشغلش بالك، امشي بس معايا والنهارده هيبقى احلى يوم في حياتي. ايه ده؟ المكان الغريب اللي انت جايبني فيه ده؟ انا اول مره اجي هنا، انا مش مرتاح. انا جايبك هنا رقصك وشهيصك. استنى بس ما صاحبي شلاطه يجي. هي كمان فيها شلاطه؟ استر يا رب. يا حودة يا حودة، ايوه يا ابو الصحاب، احنا هنا اهو. شغل لي يا ابني الأغنية بتاعتي. الجمال عدى الكلام، تضحكي لي وتاخدي كام. مالك يا ابني، ما بترقصش معانا ليه وبتهيص؟ الظاهر صاحبك ده في حاجة مضايقاه يا حودة، ما ترد يا عم النونو، مالك؟ استنى بس يا شلاطة، ده أول مرة يهرب من المدرسة. أولا يا أستاذ شلاطة أنا مش نونو، وثانيا أنا عايزة أروح حالا. أنا ما كنتش أعرف إن هدى هيجيبني مكان زي ده. عارف يا ابني، أنا اتخنقت منك يا. الغلطة مش غلطتك، غلطتي أنا اللي سبت المدرسة وضيعت ثقة بابا وماما فيا وجيت معاك وأنا عارف إن أنا غلطان أصلا. طب هات بقى يا خالتها كل الفلوس اللي معاك. طب وانت عايز الفلوس اللي معايا ليه؟ دي الفلوس دي بابا مديهاني عشان الدرس. اتفضل. يا رب ساعدني. هقول ايه دلوقتي لبابا وماما؟ وهدفع فلوس الدرس منين بعد ما حودة والواد اللي معاه دول خدوا الفلوس مني؟ اتصرف ازاي؟ اروح اقول الحقيقة لبابا وماما وان انا ضحكت عليهم ورحت من وراهم وسبت المدرسة، ولا اعمل ايه؟ الو، ايوه يا بابا انا جاي في الطريق اهو. معلش اتأخرت شوية، أصل أنا طبعا رحت الدرس طبعا ودفعت الفلوس وكله تمام، أنا جاي على طول. وديني كدبت كدبة تانية. طب أروح البيت إزاي بس؟ أعمل إيه؟ يا كابتن يا كابتن، إيه ده؟ أنت باتمان؟ مالك بتعيط كده ليه وحزين؟ لو اقدر اساعدك يعني انا مش هتأخر عنك. أنا محدش هيقدر يساعدني، أنا كدبت كدبة كبيرة قوي ومش عارف أخرج منها إزاي ولا عارف لها حل. طب احكي لي واحاول اساعدك. واحد من صحابي في المدرسة خلاني أسيب المدرسة ونهرب منها سوا، ورحت معاه مكان غريب، وهناك قابلت واحد صاحبه تاني خدوا الفلوس بتاعتي اللي كانت بابا مديهاني عشان أدفعها للدرس، وأنا كذبت على بابا ومش عارف أعمل إيه. طب ليه ما حاولتش تقول لباباك الحقيقة؟ خايف منه. خايف من بابا ازاي؟ ده بابا ده اكتر حد لازم تحكي له عن كل حاجة وتبقى مطمن معاه. ولو على الفلوس انا هجيبهم لك حالا من صاحبك اللي انت بتقول عليه وحش ده. إيه ده بجد؟ هتعرف تجيبهم لي؟ ده أنا هبقى متشكر قوي. انا هجيبهم لك طبعا بس بشرط إيه هو الشرط ده؟ أنا تحت أمرك طبعا. ما تكذبش تاني ابدا على بابا وماما، وتعمل التصرفات الصح اللي انت عارف كويس قوي ان انت عملت عكسها. انا والله فعلا من غير اي حاجه خالص كنت ناوي ان انا مش هتصرف التصرف ده تاني، وعمري ابدا ما هضيع ثقه بابا فيا وان انا اهرب من المدرسه او اروح مكان معرفوش. طب خليك مستنيني هنا ثانية واحدة. يا ترى فعلا هيعرف يجيب الفلوس ولا مش هيعرف؟ اديني مستنيه. اتفضل يا سيدي، انا جبت لك الفلوس من صاحبك اللي خدها منك. ايه ده بجد؟ انا مش عارف اشكرك ازاي، انت حليت لي ازمه كبيره جدا كنت هقع فيها مع اهلي. انا نفسي اعرف انت ازاي جبتهم بالسرعه دي. هحكي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ اللي كان باتمان هنا؟ انا جاي في مهمة معينة. هات الفلوس اللي خدتها من صاحبك فورا، لانها فلوس الدرس واهله هيزعقوله، وانت حسابك معايا بعدين مش دلوقتي. اتفضل طبعا، ده انا كنت هروح بنفسي اديهم له دلوقتي، انا حتى همشي اهو. ايه
ده هو فين الواد شلطة؟ انت سبتني ومشيت يا شلطة. طب اتفضل يا اتنين. وبس يا سيدي، خاف مني واداني فلوسك فورا. انا بجد مش عارف اشكرك ازاي، انت حليت لي ازمة كبيرة قوي. ولا يهمك، بس انا عايزك اول ما تروح تحكي لبابا وماما كل اللي حصل بالظبط. حاضر، بس انا خايف شوية. ما تخافش ابدا، الصدق ينجيك. ايه ده؟ يعني ايه الصدق ينجيك؟ يعني لو قلت الصدق، الصدق هينجيك وهيخلي بابا وماما محدش فيهم يعمل لك اي حاجة تزعلك. السلام عليكم يا بابا يا ماما، حد فيكم هنا؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ايه اللي اخرك قوي كده؟ بصراحة يا بابا انا عايزة اتكلم معاك في موضوع مهم قوي، ممكن نقعد ونتكلم؟ طبعا، قلقتني. لا يا حبيبي يا بابا ما تقلقش، انا بس حصل حاجة معايا النهاردة، حاجة كده عايزة احكيها لك. النهاردة يا بابا واحنا في المدرسة واحد من اصحابي، انا اسف يا بابا بس هو خلاني اسيب المدرسة واروح معاه مكان معرفوش. ها كمل وبعدين؟ بس انا والله اول ما لقيت ان الموضوع دوت غلط قوي سبت ومشيت، بس هو خد كل الفلوس اللي كان معايا عشان ادفعها للدرس، وانا راجع في الطريق قابلت باتمان وهو راح جاب لي الفلوس منهم، وانا قلت ان انا لازم اجي اتكلم معاك يا بابا واقول لك الحقيقة كلها. عارف، انا مسامحك وكمان مش هعمل لك عقاب ولا اي حاجة. ايه ده بجد يا بابا؟ طبعا طبعا، لانك قلت الصدق بنفسك وما كذبتش عليا. ودايما خلينا صحاب وقول لي كل حاجة بتحصل معاك، وانا عمري ما هعمل لك اي حاجة تضايقك. هنتناقش ونوصل لحل يرضيك ويرضيني. شكرا قوي بابا، انا بحبك قوي.